الخلفاء عدوا على تاريخ الدولة العباسية، سابوا بصمة، وفي ناس كانت نهايتهم صدمة وغيرت شكل الحكم بعدهم. ومن أبرز الأسماء دي الخليفة المتوكل على الله، عاشر خلفاء الدولة العباسية، واللي ممكن نقول عليه إنه بداية النهاية للدولة العظيمة دي، مش بس عشان اتقتل، لا، لكن عشان اغتياله كان أول شرارة فوضى خلت الخلافة تنهار سنة ورا سنة لحد ما سقطت على إيد المغول. المتوكل اتولد سنة 206 هجري، واسمه الحقيقي جعفر ابن المعتصم ابن هارون الرشيد، وأمه كانت من خوارزم واسمها شجاع. ما كانش ليها حظ كبير في عهد أخوه الخليفة الواثق اللي ما كانش بيطيقه، لدرجة إنه حط عليه رقابة من 2 من رجال الحاشية بيتابعوه ويسجلوا أخباره، وكانوا بيعاملوه بجفا. الواثق نفسه كان عايز يشيل المتوكل من ولاية العهد ويعين ابنه، لكن ابنه كان لسه صغير. ولما مات الواثق سنة 232 هجرياً اجتمعوا القادة والوزير عبد الملك بن الزيات عشان يختاروا خليفة. ناس كانت بتفكر في محمد ابن الواثق، لكنهم شافوا إنه ضعيف وصغير فاختاروا المتوكل عشان شايفينه هادي ومش هيقلبها عليهم. بس ما كانوش يعرفوا إنهم جابوا واحد عنده ذكاء سياسي ومكر مش قليل. المتوكل من أول يوم كان عنده خطة واضحة، لازم يخلص من سيطرة الأتراك اللي كانوا مسيطرين على الجيش والدولة من أيام أبوه المعتصم. فبدأ يخطط، مرة يقرب من العامة، ومرة يضرب قادة الجيش ببعض، ومرة يبعد عنهم ويأسس عاصمة جديدة. وفعلاً بنى مدينة اسمها المتوكلية شمال سمراء، وبنى فيها قصور كتير زي قصر اللؤلؤة والهاروني والجعفري، وكان شايف إن الجماهير هم السند الحقيقي. فقرر ينهي الجدل الديني والفكري اللي خربت عقول الناس وسجنت العلماء، ورجع الدولة لحالة من الهدوء رغم وجود اضطرابات في أرمينيا وأذربيجان. وقرر يقلد جده هارون الرشيد، فوزع ولاية العهد على 3 أولاده، المنتصر والمعتز والمؤيد. ومن أهم إنجازاته اللي لسه قايمة لحد دلوقتي جامع سمراء الكبير اللي بيتسع ل100 ألف مصلي، والمأذنة الحلزونية الشهيرة الملوية، تحفة معمارية بتخلي أي حد يقف قدامها منبهر لحد النهاردة. لكن بالرغم من كل ده المتوكل ما كانش عارف يسيطر على الأتراك، كانوا دايما بيخططوا وبيتحكموا، ولما حسوا إنه ناوي يقلب عليهم سبقوه وخططوا لاغتياله. وفي ليلة 11 ديسمبر سنة 861 اقتحموا قصره وقتلوه، ومعاه كمان وزيره المقرب اللي حاول يحميه بجسمه، لكنهم قتلوه هو كمان. وبعد كده اتهموه إن هو اللي قتل الخليفة، وده كان تمويه عشان يغطوا على الجريمة الحقيقية. موت المتوكل ما كانش مجرد حادث، دي كانت نقطة تحول في تاريخ الدولة العباسية، أول خليفة عباسي يغتال.